أعزائي المشاهدين والمتابعين والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتنا، قناة أحمد منير، القناة اللي بتظهر وتختفي فجأة بدون أي مقدمات. وإحنا رجعنا تاني في فيديو سريع، وإن شاء الله نستمر في بث ونشر الفيديوهات التعليمية علشان كلنا نستفيد. المرة دي راجعين بفيديوهات ممكن تكون مجموعة فيديوهات كتير، وممكن يبقى فيديو واحد ونفقد الشغف بعدها، زي ما احنا متعودين. فخلينا نبدأ في الفيديو على طول من غير ما نتكلم كتير. احنا عايزين نعمل ايه النهاردة؟ عايزين نتعلم ازاي نطبق مبدأ ستيل لايك ان ارتست، ازاي تسرق زي الفنان. مفيش حد فينا بيخترع العجلة، كل واحد فينا واخد من التاني حاجة بدون ما يشعر، من خلال التغذية البصرية اللي بنعملها، من خلال الأشياء اللي بنشوفها في الشارع وهكذا. أنا النهاردة قررت إن أنا أحاول أسرق، أسرق أو أسرق تصميم زي ده. بس مش هسرق التصميم، أنا في الحقيقة هسرق أو هقتبس البوز بتاع هذا الرجل الخليجي السعودي اللي قاعد. أنا عايز أعمل تصميم يكون لمتجر عطور، لكلاينت مثلا جالي، وعايز الراجل ده يكون قاعد كده، بس بدل ما يكون ماسك في ايده الموبايل يكون ماسك في ايده ازازة عطر. وبدل ما يكون ماسك في او الخلفية اللي وراه لونها ازرق، انا عايز الخلفية اللي وراه تكون لونها اخضر شوية، فعلشان تبقى لايقه قوي اكتر مع فكره السعوديه وعلم السعوديه وكده. طيب تمام، هل انا هاخد نفس الراجل ده واسرقه زي ما هو كده وامسكه ازازه عطر؟ لا، انا هعمل حركه تانية ممكن تكون اكثر صياعه. هنعمل ايه؟ هنروح على عمو شات جي بي تي ونقول له: اهلا وسهلا ايها الصديق العزيز، اهلا وسهلا يا صديقي العزيز. طبعا هو عارفني. ممكن ابعت لك صورة تقول لي لا ثواني بقى عشان نكتب الكلام صح، وتكتب لي الوصف الدقيق للصورة بالانجليزي علشان اولد بيه صورة بالذكاء الاصطناعي. هيقولي طبعا ابعت لي والكلام ده، فانا هاخد الصورة دي كوبي وهاجي هنا هعملها بيست، وبعدين اقول له اتفضل الصورة. دلوقتي شات جي بي تي هيعمل ايه؟ هيحلل الصورة اللي انا بعتها له دي ويقول لي الوصف الدقيق بتاعها بالظبط هو عبارة عن ايه، البرومبت بتاعها، علشان اقدر استخدمه في توليد صورة مشابهة او بوز مشابه لنفس الشخص ولكن بالذكاء الاصطناعي. طيب انا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هعمل حاجة تانية مهمة خالص. اول حاجة هفعل الفي بي ان ده. لو دخلت على جوجل وكتبت فري في بي ان هتلاقيه بيطلعه لك على طول، او ممكن تنزل بلانت في بي ان، في اكتر من واحد، انا بستخدم ده وفي ناس كتير جدا بتستخدم بلانت. المهم انا كده شغلته ليه بقى؟ علشان افتح موقعين اتنين. اول واحد هو ايمج اف اكس، وافتح الويندو بتاعت ايمج اف اكس وهيفتح لي الويب سايت على طول ويقول لي سجل الدخول، فانا هسجل الدخول بالايميل بتاعي مباشرة. هاخد نفس البرومبت اللي كتبه لي شات جي بي تي هنا ده واروح حطه هنا جوه الايمج اف اكس، وبعدين اخلي المقاس بتاعي موبايل بورتري اللي هو مقاس بالطول زي مقاس انستجرام اللي هو 4 في 5 او 3 في 4 اللي هو 1080 في 1350. وبعدين هعمل ايه؟ هدوس له هنا بعد ما خلصت وثبت واخترت المقاس بتاعي، ادوس كرييت. ممكن اجرب استخدم موقع تاني وهو موقع ويسك، ده برضو من جوجل، بتتكتب بالطريقة دي WHISK، وادوس كده وافتح جوجل ويسك. شفت بقى هو تقريبا طلع لي نفس الوصف اللي موجود في الصورة هنا. بص ازاي. طيب هو انا عايز نفس الفكرة فعلا، ولكن انا مش عايز نفس الراجل هو ومش عايز نفس البيئة المحيطة، ومش عايز ان هو يبقى ماسك موبايل. فممكن اعمل ايه؟ ممكن ارجع لشات جي بي تي تاني اقول له: ممتاز جدا، ولكن انا عايز البيئة حواليه تكون بتدريجات اللون الاخضر بدل تدريجات الزرقاء، ويكون ماسك في ايده زجاجة عطر. وبعدين ادوس سند اشوفه هيقول لي ايه. عدل لي البرومت في ثواني، فهاخد نفس البرومبت ده كوبي وبعدين اروح اعمله هنا بيست وادوس كرييت مره تانية. هقول لك هنستخدم ويسك ازاي، ولكن لما نخلص جوه ايمج اف اكس ونشوف مين فيهم اللي ممكن يطلع لنا نتيجه احسن. طبعا فوق هنا بيطلع لك عدد النتائج اللي انت اشتغلت عليها، لو جيت كده هتطلع بالنتيجه الاولى، لو جيت كده هتطلع بالنتيجه التانية. النتيجه دي مقاربه جدا للفكره اللي في بالي، والراجل مبتهج وبيضحك ومبسوط وقاعد ماسك ازازه العطر اللي وراه، اللي في ايده قصدي، وانا حاسس ان كلهم حلوين والله. دي كمان دي ممتازه قوي، فممكن انزلها
منزلها ودي ممتازة، بس هو ليه حافي يعني مش عارف هو ليه حافي. فممكن نقول له لا احنا عايزين نلبسه حاجة في رجليه. حلو قوي بس هو حافي، انا عايزه يكون لابس في رجله مثلا حذاء خليجي عشان اشوف يعني هيطلع النتيجة شكلها عامل ازاي. فهناخد نفس البرومبت اللي هو كتبه لي وهرجع على شات جي بي تي تاني وهدوس كرييت واستنى يشوف هيحصل ايه. بص الاتنين دي بقت 3 ليه؟ لان في هنا واحد وفي هنا واحد. ارجع بقى للي هو بيعمل له كرييت دلوقتي. حلو جدا، ممتاز ممتاز قوي ده. كل برضو الصور حلوة، ولكن انا في طبعا في حاجات فيها اخطاء. فممكن ناخد مثلا الصورة دي ولا نجرب نكريت حاجة تانية؟ لا خلينا نجرب نكريت تاني نشوف ايه اللي هيطلع، ما ورناش حاجة. اعتقد ان احنا هنا بدأنا يعني نطلع نتيجة كويسة. النتيجة دي حلوة قوي، والنتيجة اللي في الاخر دي برضو حلوة قوي، وهو بيضحك كده ومبتهج جدا، ودي حلوة برضو. تعالى بقى نطبق نفس الشيء ولكن على جوجل ويسك. انا بعد ما فتحت جوجل ويسك لقيت الموقع شكله كده قدامي. فهقول له انا عايز اروح للتول على طول، انتر ذا تول، وهقول له ان انا عايز المقاس. اختار من هنا الدايمنشن بتاع الصورة، عايز المقاس مثلا 16 ل 9 عشان يكون بالطول اعرف اتحكم فيه اكتر. وهحط نفس البرومبت الاخير، مش هعمل اي حاجة خالص، وهدوس كرييت من هنا واستنى بقى يعمل الحبشتكنات بتاعته واشوف ايه النتيجة اللي ممكن يطلعها لي. لو جينا نبص هنلاقي ان هنا الموضوع ممكن يبقى شكله واقعي اكتر. يعني النتيجة اللي طلعها لي هنا فيها تفاصيل اكتر. لما نفتح الصورة هنلاحظ انه الصورة دي مليانة تفاصيل اكتر من التانية، او مش مليانة تفاصيل، يعني شكلها واقعي اكتر من التانية. دي شكلها كرتوني شوية، بص الفرق عامل ازاي. يعني ده شكله كرتوني اكتر من ده احسن شوية كتير. هايبر رياليستيك، يعني في تفاصيل اكتر، شكلها واقعي. فممكن يعني اعتمد الصورة دي كبداية. طيب لو خدت نفس الصورة كده ورحت دايس كرييت تاني نشوف ممكن يطلع لي ايه. ممتاز والله العظيم، ممتاز جدا. كده احنا ولدنا الصور اللي احنا محتاجينها بالذكاء الاصطناعي. ممكن نرجع هنا ونزود تفصيلة صغيرة، انا معلش هدوخك معايا شوية علشان ايه تبقى فاهم الدنيا ممكن تمشي ازاي. هايبر رياليستيك، اقول له ان انا عايز الصورة دي هايبر رياليستيك علشان يطلع لي تفاصيل شكلها حقيقية اكتر. فتعال ندوس اوكي. مش عارف، هو تقريبا ما فهمش كلمة هايبر رياليستيك هو طلعها 3 دي اكتر، شكلها كرتوني اكتر، فمش ده اللي انا عايزه. تعال نصلح مع شات جي بي تي. بص حلو جدا، ولكن عايز الصورة تكون واقعية اكتر، الراجل يكون شكله حقيقي جدا، ونشوف هيعمل ايه. هاخد نفس الكلام ده وادوس كرييت، واروح هنا برضو وادوس على نفس الصورة اللي هو طلعها لي كرييت، واشوف ايه اللي ممكن يحصل على هذا الرجل. الصور هنا شكلها كاستوديو احسن، يعني كاستوديو جوه الايمج اف اكس شكله احسن من الاستوديو اللي طالع في جوجل ويسك. دي شكلها حلو، ممكن تخدمني قوي في ان انا ممكن اكتب عليها اكتر، ودي برضو حلوة. المهم ان انت كده عرفت المرحلة الاولى من الشغل. المرحلة الاولى هي ان انا ولدت صورة بنفس البوز بتاع الراجل الاولاني ده من خلال الذكاء الاصطناعي. ممكن لو قعدنا اشتغلنا اكتر من كده نطلع تفاصيل اكتر من كده بكتير، يعني نزود وقت اكتر هنلاقي نفسنا طلعنا نتائج احسن. ولكن احنا عايزين نكمل الفيديو بشكل سريع. هاخد الصورة دي عشان اكمل الحواف اللي حواليها اللي انت شايفها دي برضو بالذكاء الاصطناعي جوه فوتوشوب. هدوس كنترول واقف اعلم على الصورة عشان اعمل عليها سيلكت، بعدين ادوس كنترول شيفت اي عشان اعكس الماسك واختار الحتت الفاضية، ومن هنا ادوس جنريتيف فيل وما اكتبش اي حاجة هنا وادوس جنريت. انا عايزه يملأ الحواف اللي موجودة هنا دي علشان الصورة تاكسباند اكتر، علشان تديني مساحة ان انا اضيف التكست بتاعي او اضيف الديتيلز بتاعت الاكونت اللي انا شغال عليه وهكذا. حلو جدا كده، انا بقى عندي مساحة كبيرة ان انا ابدأ اكتب على الصورة. بعد ما حطيت الصورة دي هنا كده اقدر اجيب بكل بساطة صورة المنتج بتاعي اللي هو مثلا المنتج ده علشان يكون شبه الازايز اللي الراجل ده ماسكها، وابدأ احط المنتج بتاعي جوه الصورة بطريقة يعني ايه تخلي الموضوع شكله ظريف شوية. وبما ان المنتج صغير، يعني الراجل ماسك الازازة وحجمها صغير، فمش هتبان قوي تفاصيلها. هعمل ايه؟ احط الازازة بتاعتي كده عادي جدا وكأن الراجل هو اللي ماسكها في ايديه، وبعدين ابدأ اعمل ماسك على الازازة وابدأ اقلل الاوباسيتي بتاعها عشان اشوف مكان صوابع هذا الرجل، وامسح مكان الصوابع كده، وممكن ارجع بقى الازازة زي ما كانت تاني. كده الراجل بدل ما كان ماسك المنتج القديم بقى ماسك المنتج الجديد. في حتة باينة كده من المنتج القديم تحت،
فمحتاجين نشيلها. يعني ممكن نروح عاملين بقى ايه، لاير جديدة، ونجيب الفرشة العادية خالص، ونختار اللون القريب من هنا ده، ونضرب كده بالفرشة، ولا من شاف ولا من دري. اوكي، تعالى كده لما نرجع نشوف ايه اللي حصل. يا سلام عليك ايها الرجل العبقري. لا مش دي، مدح بلا هدف. اهو بص بقى ازاي الراجل وكأنه ماسك الازازة الجديدة بتاعتنا. والناحية التانية هنا ممكن نغير الازازة وممكن لا بقى، يعني وكأن ده منتج تاني، كده كده مش باين المنتج اصلا. ونبدأ بقى نعمل ايه، نختار فونت كده شكله عربي ويكون حليوة كده ومقطقط بلون مثلا اصفر شوية، ونكتب تخفيضات حصرية، ونختار فونت اسمه اس اف مدى. الفونت ده حلو قوي وشكله عربي يعني اصيل، فممكن نروح عاملينه كده ونروح مكبرين الكشيدة دي كده اهو شوية، ونقرب السطور من بعضها سنة. طيب تخفيضات حصرية قد ايه بقى التخفيضات دي؟ التخفيضات دي ممكن تبقى مثلا 50%. وبعدين نحاول نختار بقى فونت تاني للخط مختلف عن الفونت اللي هو اللي احنا كاتبين بيه ده، عشان ده مش حلو خالص الفونت اللي كاتبين بيه. ممكن الفونت اللي هو بينج ده ونقربه من بعض، او ممكن مش بينج، ممكن نختار فونت تاني اسمه مش بعرف انطق اسمه بصراحة، ونصغر علامة البرسنت دي شوية، نخليها مثلا 45. اوكي، ونحط الكلمة دي او الرقم ده هنا اهو. ممكن ما نسيبوش كده، ممكن نحط الرقم ده بطريقة مختلفة شوية، فنحط عليه مثلا تورن بيبر، نحط عليه حاجة تديله لمسة فنية اكتر. نختار من يعني الستوكس اللي عندنا، الستوك فوتوز اللي عندنا، ونعملها مثلا سمارت اوبجكت لاير ونصغرها شوية كده اهو. وبعدين نكبر حجمها من الناحية دي سنة، ننزلها تحت رقم 50 ده، وممكن نخلي رقم 50 ده يبقى مثلا باللون النبيتي شويه. حلو كده والله، شكله دراماتيكي، شكله حلو. وبعد كده نبدأ نضيف بقى احنا اللمسات الفنية بتاعتنا. يعني ناخد مثلا الداتا بتاعت الكلاينت اللي احنا شغالين عليه ونضيفها. مثلا ده تصميم انا كنت عامل نفس التصميم ده بالذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة اللي انا لسه بكلمك فيها دلوقتي حالا دي. فممكن ناخد بقى ايه كل الداتا بتاعت الراجل ده. تعال نعمل حركة ممكن تخلي التصميم شكله احلى شوية. نمسح الاول كل الحاجات دي، وناخد الرجل ده نعمل كده عليه بالاوبجكت سيلكشن تول، نعمل عليه سيلكت. وبعدين نعمل ايه، تعال انا اقول لك. وبعدين نحدد كل التفاصيل بتاعته وندوس سيلكت اند ماسك، وبعدين نختار من هنا لاير ماسك وندوس اوكي. كده احنا فصلنا الراجل ده عن الخلفيه اللي وراه. ممكن نروح كاتبين هنا رقم 50 كبير، ونخليه يكون بنفس الفونت اللي هو اسمه انتون ولا معرفش والله اسمه ايه، اللي احنا كاتبين بيه رقم 50. ونكبره قوي بقى، نكبر بقى رقم 50 ده على الاخر كده اهو، ونحطه ورا الراجل بالطريقة اللي انت شايفها دي. ونخلي الرقم ده يبقى بلون فاتح سنة كده اهو، وبلاير ماسك نمسح الفونت ده من تحت سنة كده. حلو قوي الكلام ده. ممكن ندي تاتشاية صغيرة كده في الالوان، نعمل convert to smart object، وبعدين نفتح الكاميرا رو، وبعدين نعلي شويه الكلاريتي. فين الكلاريتي فين في الافكتس هنا، نعلي الكلاريتي السنه، وبعدين نعلي الفايبرنس عشان يدينا الوان مشبعه اكتر. كده بخطوات بسيطة قدرنا ازاي نعرف نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل سريع جدا، نطلع من خلاله تصميم شكله شيك لما ينزل على وسائل التواصل الاجتماعي او على الاكونت بتاع كلاينت اللي انت شغال معاه. وبالتالي ما خدناش وقت كبير، وفرنا وقت ومجهود في ان احنا نقعد ندور على صور كتير. مجرد خدنا الريفرنس بتاع الصورة اللي احنا عايزين نعمل زيه وكريتناه بالذكاء الاصطناعي، وضفنا عليه اللمسات الفنية بتاعتنا، وطلعنا بتصميم سهل جميل مش محتاج يعني ياخد منك وقت اكبر من كده. ودي فايدة الذكاء الاصطناعي، ان هو بقى بيوفر لنا بعض الوقت وبيطلع لنا كواليتي احسن في الشغل. لو عجبك الفيديو ده او نوعية الفيديوهات دي، تقدر تعمل لايك وتكتب لي في الكومنتات لو استفدت اي حاجة، او لو حابب ان احنا نضيف حاجة او معلومات اكتر على الفيديوهات اللي جاية علشان خاطر نستمر اكتر، لان هو ده اللي بيشجعنا يا صديقي العزيز. انا كده خلصت، واشوفك في الحلقة اللي جاية. سلام.